أهلا وسهلا فيكم متابعي ومستمعي راديو فون اف ام بكل مكان بحلقة جديدة من برنامج كيف. معي أنا سوسن حسن. نرجع لكم بعد الفاصل. بإمكانيات متواضعة منظمة الهلال الأحمر الكردي بدأت بتقديم خدماتها الصحية الطبية والرعاية الاجتماعية طبعا بشكل تطوعي لكل المواطنين بالشمال السوري، وكانت متواجدة باللحظات الأولى بكل الأحداث الساخنة في المنطقة. لنعرف أكثر عن هالمنظمة يلي خسرت عدد من متطوعيها أثناء قيامهم بواجبهم اتجاه المواطنين، خلونا نروح لفاصل صغير ونرجع لضيفي بالاستديو. رجعنا لكم من جديد ومعي بالاستديو الإداري بمنظمة الهلال الأحمر الكردي كمال درباس. أهلا وسهلا فيك سيد كمال. سلام. بالبداية سيد كمال، شو هي الخدمات يلي بتقدمها منظمة الهلال الأحمر الكردي للمواطنين بشكل عام؟ فينا نعطي لمحة أولية عن الهلال الأحمر الكردي. الهلال الأحمر الكردي تأسس 12/12/2012 نتيجة الثورة اللي صارت بهالمناطق. كان في فراغ من ناحية المنظمات الإنسانية والطبية أغلبيتها، فجميع جروب من الأشخاص من المثقفين وأطباء أنشأنا الهلال الأحمر الكردي بهذيك الفترة. عدد الأشخاص كانوا شي 6 أول شيء. هلا الهلال الأحمر الكردي خطوة خطوة بلشنا من عمودة، صار مركز الانطلاق، بعدها صار مراكز في عفرين، في منبج قبل احتلال داعش، كوباني، مناطق ديري، يعني الجزيرة تشمل الجزيرة. هلا حاليا الهلال عم تشتغل بعدة مناطق صراحة. والخدمات يعني اللي عم تقدمها؟ الخدمات الطبية أول ما بلشنا كان في مجرد إسعافات أولية كانت. حاليا هلا كان في لنا مركز بديريك، بقرقيلاقي، بقحطانية تربسبية، قامشلي، عمودة، دربيسية، سريكانية، تلتمر، حسكي، وكوباني، مركزين 3 على ما أظن بالنواحي كمان في. بعفرين كان هلا بمخيم برخودان في، وفي بمنبج طبقة. مثل ما بنسمع أنه منظمة الهلال الأحمر الكردي هي أكثر منظمة إنسانية بتساعد النازحين واللاجئين، وخاصة نازحي عفرين المتواجدين حاليا بالشهبة. كم نقطة طبية افتتحتوها مؤخرا بالمقاطعة؟ هلا بعد احتلال الدولة التركية لمنطقة عفرين، هلا صار في عدة نقاط بمخيم الشهبة ومناطق اللي حواليها، مثلا مثل تل رفعت وضيعة اللي حواليها. في شي 12 نقطة للهلال الأحمر الكردي هلا متواجد هنيك. مو بس انه النازحين عفرين، في لاجئين مثلا. هلا في مخيم الهول في حوالي 25,000 لاجئ من مدينة الموصل العراقية. في بمخيم نوروز حوالي 3000 يزيدي من شنغال. في مخيم روج 2500 شخص، يعني من أهل الزمار العراقية. بعدها أنه في مخيم العريشة هلا في متواجدين شيء 10,000 شخص هنيك. مخيم عين عيسى اللي صارت أضرار مادية نتيجة اشتباكات بين القوات السورية الديمقراطية وداعش، هلا اللي ما لهم بيوت، يعني هلا اللي ساكنين بمخيم عين عيسى. يعني والنقاط هون للنازحين المتواجدة ضمن المدينة، بالمدينة هذول بيسموهم مراكز إيواء، يعني مراكز إيواء، بس هي قليلة كتير صراحة. هون بالمدينة أغلبيتهم يعني عم يستأجروا بيوت أو لهم حدا هون عم يضلوا هون. بس أغلبية أعمال الهلال الأحمر الكردي متواجد بالمخيمات أكثر شيء. طيب شو المساعدات اللي عم تقدموها للناس، يعني اللي عم تقدموها للنازحين هي بالنقاط الطبية؟ شو هي المساعدات اللي عم تقدموها؟ أول ما بلشنا بالهلال الأحمر الكردي كان في نقاط، يعني الرعاية الصحية الأولية كانت. بلشنا بالمستوصفيات إنه عم نعطي أدوية. بعدها شوي شوي طورنا الشغل، صار إنه في دكتور عم يعاين وعم يعطي الأدوية. هاي عم بحكي عن المرحلة الأولى اللي كانت بالهلال الأحمر الكردي. بعدها هلا صار في يعني اختصاصية أكثر صراحة. أنا قصدي للنازحين هلا نازحي عفرين أكثر شيء، يعني أكيد يعني. لأنه نازحي عفرين هن الأكثر. شو هي الخدمات المساعدات اللي عم تقدمها؟ نحن كهلال الأحمر الكردي هلا يعني
متواجدين بالمخيم تبع الشهباء يعني حاليا، وجميع المخيمات هلا عم يشتغل طبعا نقطة طبية إسعافية ليلا ونهارا. دكتورة نسائية، أطفال، داخلية، أدوية، يعني هدول بسموها الرعاية الصحية أولية. طبعا ما في مشفى هنيك مثلا تنتقل للرعاية الصحية الثانوية لتعمل عمليات وهالشغلات، بس كرعاية صحية أولية جميع الهلال الأحمر الكردي عم تقوم تمام. سيد كمال، مثل ما بنعرف انه معبر سيمالكا هو المعبر الوحيد يلي بتجي منه المساعدات للهلال الأحمر الكردي. شو هي الصعوبات يلي بتواجهوها أثناء دخول هالمساعدات؟ هلا كهلال الأحمر الكردي في كم شغلة. يعني الهلال الأحمر الكردي نحن عم نتعامل جميع الأدوية اللي عم تجينا حاليا. طبعا المرحلة الأولى كانت في صعوبة. هلا عن طريق المنظمات العالمية عم تجينا الأدوية، في شراكات بيننا وبين المنظمات العالمية عن طريق معبر سيمالكا عم يدخلوا لهون. حاليا في لنا شراكة مع منظمة إيطالية اسمها UPP، عم نتعامل مع منظمة الصحة العالمية. هلا طبعا دائما في شريك مشترك، لأنه يعني ما في صعوبات بتواجهوها أثناء دخول هالمساعدات من المعبر؟ وقت تكون باسم المنظمات الإنسانية العالمية ما في يعني صعوبات. ما في صعوبات، بس تكون منظمات محلية في مشاكل، يعني عم في منظمات تأخير. محلية، فيك تحدد لنا المنظمات المحلية يعني يعني؟ كهلال الأحمر الكردي مثلا إذا بده يجينا شيء مثلا من أقليم كردستان العراق أو من ألمانيا مثلا بده يجي على الأقليم، عم نشوف صعوبات كثيرة لندخل الأدوية، أو لما ما تعطي حكومة أقليم موافقة من وزارة الصحة. يعني في معاناة. بس منظمات الصحة العالمية العالمية عفوا في لها شروط عم تدخل فورا. سيد كمال، مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بتكتر الأمراض والعدوى، شو هي الإجراءات يلي اتخذتوها لتمنع انتشار الأمراض وخاصة بالمخيمات؟ هلا قبل كل فصل عم ناخذ احتياط، او وقت عم نطلب الادويه من منظمات الصحه العالميه عم نطلب على يعني مثلا هلا بده يجي الصيف، اكيد في راح يصير درجه ارتفاع الحراره، راح يصير في يعني امراض كثيره بالاخص الاطفال. يعني تحسبا لهذا الموضوع نحن عم نطلب الادويه قبل ما يجي يعني الصيف نطلب الادويه. طيب، شو هي المصادر يلي من خلالها بتحصلوا على الأدوية، وليش لاحظنا بالفترة الأخيرة في نقص بالدواء؟ هلا يعني مثل ما بتعرفوا الهلال الأحمر الكردي منظمة محلية غير ربحية، لهيك ما في مردود مادي للهلال انه عم يشتري ادوية من هون او للنازحين او للاجئين. نحن كل اعتماداتنا على الشركات المنظمات العالمية. مثلا عم نرفع الطلبات اللي او الناس اسماء النازحين او طلبات الادوية اللي متواجدة هون للمنظمات العالمية، يعني حسب استجابة المنظمات العالمية. طبعا المنظمات العالمية عندهم بيروقراطية كتير، روتين كتير، عم تتأخر كتير شغلات لتصل شمال سوريا. طيب، في أدوية السكري، الضغط متواجدة يعني متوفرة عندكم؟ يعني هلا من الناحية الصحية، من ناحية الأدوية في نقص، بس إنه ما في بالمرة، لا في يعني. ايه. طيب، مستقبلا ما عم تفكروا مثلا تأمنوا أدوية لأمراض مزمنة، مثلا السرطانات هو في مركز يعني بعمودة. هالمركز يعني هالنقطة بالذات مشان أنوه عليها، إنه هالمركز فيه أمراض مزمنة حادة. هالأمراض هي زرع كلية، زرع كبد، أنواع مو جرعات، أنواع من الحبوب السرطانات، أنواع إبر ناعور، إبر أنسولين، إبر نقص تروية، نقص نمو. هدول ليش اخترنا عمودة بالذات؟ عمودة بالذات تجي بمنطقة من بين الكانتون الجزيرة، يعني بتجي بالوسط. يعني لهيك إذا المريض بده يجي من ديريك لعمودة ما راح يكلف عليه كتير مثل ما طيب، يطلع من ديريك لأنه على هلا راس العين. السبب الرئيسي لأنه عمودة موجودة بالمركز، مو أكيد. لأنه ما فيها نقاط للنظام أو شيء. لا أبدا ما أبدا في إنه هيك أبدا. شيء. يعني في كذا حالة صارت إنه في عالم اجت من الشام اخذت ادويه من عنا، ادويه زرع كبد، كان هدول بعطيهم المنظمات العالميه من المانيا. يعني في حال وجود حالات مزمنة، في حالات بدها عمليات جراحية إنه كبيرة، في تنسيق بينكم وبين المستشفيات الخاصة؟
نحن كهلال ما حكيت بالأول الحلقة، رعاية صحية أولية مبدئيا، يعني هلا بالمراكز عم نشتغل، يعني ودعم ما في المادي عمليات، ما عم تعمل أبدا. عمليات، بس يعني انت نوهت انه بالمركز اللي الموجود بعمودة في زرع كلية، زرع أدوية زرع كلية. أدوية. أدوية زرع كلية. سيد كمال، نحن عملنا استبيان على صفحتنا على الفيسبوك، سألنا فيه المواطنين السؤال التالي: برأيكم عمل الهلال الكردي جيد ولا لا؟ طبعا نتيجة الاستبيان إجمالي الأصوات كان 128 صوت، 74% من المواطنين صوتوا بنعم، و26% من المواطنين صوتوا بلا. طبعا وإجانا كذا تعليق، في كمان في عنا تعليق من المتابعة، متابع أو متابعة ما بعرف، روني جيد جدا وممتاز، نبارك جهودهم الجبارة الهلال الأحمر الكردي. وكمان المتابعة لورين صبري علقت لنا أنه هو مو بس جيد، ممتاز، لأنه أكثر منظمة عم تمثل دورها بشكل حقيقي. وكمان المتابع ريبر حسين علق بجيد، وفي كمان رشا هساري علقت لنا بممتاز، وفي نيروز جاكو كتبت تنحني لهم الهامات وترفع لهم القبعات. سيد كمال، شو رأيك بنتيجة الاستبيان؟ طبعا شكرا على هذا الاستبيان. ونتيجة الاستبيان بظن انه اكيد نتيجة العمل اللي عم نشتغل على ارض الواقع، هذا الشيء اللي ظهر بالاستبيان. في نقطة حاب نوع عليها، انه الهلال الاحمر الكردي هلا متواجد بمنبج، كمان في قسم نسائية، عمليات نسائية في طبقة. مؤخرا فتحنا مشفى بتلتمر على اسم شهيد ليجارين، دكتورة من أرجنتين كانت استشهدت هون. ومشفى من مرحلة ترميم هلا برقة، هو كمان الهلال الأحمر الكردي عم يقود تابع للهلال. طيب، يعني منظمة الهلال الأحمر الكردي مين بتتشكر عبر إذاعة فون اف ام؟ أول شيء بنتشكر جميع أعضاء الهلال الأحمر الكردي صراحة، يعني أنا باسمي وباسم الهلال بنتشكر كل الناس اللي كانوا، اللي أول ما أنشأنا الهلال الأحمر الكردي كانوا يعني بقلة الإمكانيات، كتير الناس المدنيين اللي ساعدونا. بنشكر جميع المنظمات الإنسانية اللي ساعدت الهلال الأحمر الكردي، وشكرا لكم. سيد كمال، كان بودي أسأل أكثر ونوضح أكثر للمتابعين ونحكي عن الهلال الأحمر الكردي، بس للأسف وقت البرنامج ما بيسمح لنا. بتشكر حضورك معي بالاستديو. شكرا. وصلنا لنهاية حلقتنا لهالأسبوع، وحكينا فيها عن منظمة الهلال الأحمر الكردي. على أمل اللقاء معكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء.